نزار الجليدي، أهلا ومرحبا بك معنا سيد نزار. في أي إطار يمكن وضع الخلل الأمني الذي حدث قبيل افتتاح هذه الأولمبياد؟ اهلا وسهلا. العنوان الاول لهذه الاولمبياد هي الاولمبياد تحت الضغط والتوتر. فقط معلومه، الان هناك غواصون محترفون يتفقدون بعمليه غطس، يتفقدون نهر السين مكان الحافل الاختتامي، ما يعني ان التوتر على اشده، وان هذا السيناريو لم يكن متوقع رغم ان كل التصريحات كانت تقول بانه لا مفر من هجومات سبرانيه، ولكن هذا الهجوم الذي وقع اليوم هو هجوم دقيق ودقيق جدا. هذه الاولمبياد اذا عنوانها الاول اولمبياد تحت الضغط، واولمبياد امنيه بامتياز. شوارع باريس مملوءه بالامن وحاله كآبه وليست حاله فرح. هذه الاولمبياد ايضا تاتي دون هدنة أولمبية، تأتي في إطار سياسي دولي معقد ومعقد جدا، وربما فرنسا لم تحسب حساب مواقفها في الخارج، ولم تحسب حساب الروح الأولمبية لتكون حاضرة، بل ذهبت أبعد من ذلك إلى بعض الممارسات العنصرية وأخطاء فادحة. ربما سيكون تداعياتها الأولى سياسيا، ثانيا إعلاميا، لأن هناك الآن أصوات ترتفع أمام الوضع الذي فيه عديد من أصحاب المقاهي والمطاعم الذين كانوا ينوون تغطية عديد من مصاريفهم ومن الضرائب التي دفعت من أجل شراء السلاح ودفع بالسلاح في أوكرانيا وقتل الأطفال في غزة. إذن هذا العنوان الأول. ثم لنفهم أكثر أننا أمام وضعية متشابكة جدا. تأتي هذه الألعاب في راهن سياسي ووضع سياسي غير متوازن في فرنسا. نعم، هناك الإدارة الفرنسية من تسير، ولكن حتى من البيانات التي استسقيناها الآن ومن كل التصريحات يبدو أن القرار السياسي غائب، ويبدو أن وجهة النظر السياسية غائبة، باعتبار أنها حكومة تسيير أعمال ولا تريد أن تكون لها موقف يحسب عليه. هذا أولا. وأي طرف الآن من الدولة لا يريد أن يعطي موقف لأنه ورقة سياسية. طيب سيد نزار، يعني إن كنت تسمعني بشكل جيد، على ما يبدو بأنها أو قصد من هذه العمليات الإجرامية كما وصفتها الحكومة الفرنسية توجيه رسالة للحكومة الفرنسية على وجه التحديد، ربما من جهات داخلية. ما رأيك بهذا السيناريو؟ لا، يعني السيناريو الأقرب أن تكون جهة داخلية وأن تكون في إطار صراع داخلي فرنسي 100% لا أكثر. لماذا؟ لأن اختيار مثل هذه المحاولات التي هي نقاط مفصلية ومهمة جدا، ولو كان سيناريو الخارج سيحتاج سنوات من العمل، لكن هذا اليوم أصبح من باب الوضوح أنه أمر داخلي وشأن داخلي وحسابات معقدة داخليا، باعتبار أن هذه المحاولات هي عصب صراحة النقل السريع في فرنسا وعصب ربط المحطات الكبرى. ثم أنه من غير الممكن لأي جهة خارجية مهما كانت قوتها أن تدخل إلى حد الحرق وحد عمليات تخريب، عمليات سبرانية. نعم أتفهمها، والجميع يملك الآن قدرات على معارك سبرانية، ولكن بهذا التدقيق وهذا التفصيل واختيار محاولات بعينها تربط الشرق بالغرب والجنوب بالشمال، يعني أن هناك خلل داخلي، وأن هناك أمام كل التدابير الأمنية التي تمت، أمام كل هذا القرار الأمني المكثف جدا، أمام كل هذا الخوف الأمني الكبير جدا، أن هناك مفصل من مفاصل أين سكن فيها الشيطان وأين كان فيها الآن عملية ما يسمى عملية انزلاقية، لأنه من لحد اللحظة ليست هناك أي جهة تبنت هذا العمل. تعودنا على العمليات في فرنسا، أن تتبناها جهة معينة، وحتى القول الآن في بعض الإعلام أنه من الممكن أن تنظيم داعش خراسان هو المسؤول، باعتبار أنه لوح بعمليات في أوروبا ولوح بعمليات خلال لا قدر الله لو التنظيمات الإرهابية يد في هذا الموضوع لكنا رأينا أعداد من القتلى والجرحى، لا قدر الله طبعا في حدوث هذا الموضوع. لكن هذا ما أردت أن أقول. يعني هذا ما أردت أن أقول، أن هذه العملية لا يمكن أن تكون هذه العملية هي عملية داخلية، لأن دقتها، توقيتها، ثم الاختيارات، ثم أنها منظومة معلوماتية مهمة جدا، لا يمكن أن تكون في أي أيدي خارجية، لا يمكن أن تكون سهلة لدى أي أيدي خارجية. إذا نحن ذهبنا إلى فرنسا كما قلنا على شاشتكم أمام مرحلة التوازن المشلول، وأمام مرحلة اللا حكم، بما معناه حتى من خلال البيانات الآن لا يوجد إلى حد اللحظة بيان رسمي، يوضح
معناه هناك 3 سيناريوهات، إما أن يكون متوقعين عمليات أخرى، أو أنه لا أحد يملك الشجاعة ليقول الحقيقة، أو أنه هناك إحداثيات في هذا الملف وربما خلايا الأزمة ستكشف عنها بعد حفل الافتتاح. أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا من باريس الكاتب والباحث السياسي نزار الجليدي.